السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ لو مش عارفيني، انا ام يوسف من قناة وفري ودبري وفي بيتك حماري. انا جاي النهاردة واعمل لكم الميزانية 2000 جنيه للشهر كله. طبعا هتقولي ازاي يعني اديني 2000 جنيه الشهر كله؟ هقولك ان شاء الله هيقضوا ببركة ربنا بإذن الله. انا عملت لك الميزانية اهي، هقولك عليها دلوقتي هي ايه، مكتوب فيها ايه. هنقسم ال2000 جنيه كل اسبوع 500 جنيه. 500 جنيه. الأسبوع الأولاني هنجيب فيه ب150 جنيه 2 كيلو بتنجان أبيض، على كيلو فلفل رومي، على 5 كيلو طماطم، و10 جنيه خضرة محشي، و2 كيلو بطاطس، وكيلو كوسة أو فاصوليا، وكيلو بصل، وكيلو نص كيلو توم. تمام. الأسبوع التاني 150، لا أنا آسفة معلش، ال150 جنيه التانيين من ال500 جنيه هنجيب بيهم ايه؟ ب150 جنيه التانيين هنجيب 2 كيلو مكرونة مشكل اسباجيتي على صغيرة على قلم، وهنجيب 2 كيلو رز، وكيلو شعرية، وكمان هنجيب نص كيلو عدس أصفر، ونص كيلو عدس أسود، وب10 جنيه ماجي و10 جنيه ملح. تمام كده. نيجي بقى ايه لل200 جنيه الباقيين، هنجيب بقى لحوم، اللي هي ايه بقى اللحوم ديت. هنجيب نص كيلو بانيه، ونص كيلو كبد وقوانص او كبده مستورده او سجق، وب50 جنيه لحمه مفرومه هيديك. هنجيب بيه ايه يعني ربع كيلو لحمه مفرومه، هي ب220 يعني، فهنجيب ربع كيلو لحمه مفرومه. هقولك بقى نستخدم الحاجات دي في ايه. استني كده بس. آه الاسبوع كده احنا جبنا فيه بال500 جنيه خضار، جبنا فيه مكرونات ورز، جبنا فيه لحوم بانيه وكبد وقوانص او سجق، او لحمه مستورده بتاع دوت كبده مستورده، وب50 جنيه لحمه مفرومه. هنقسم بقى، يوم نعمل رز بشعريه مع الفاصوليا او الكوسه اللي هنجيبها، ويوم تاني نعمل فيه ايه يعني حسب ما انت عايزه تطبخي. هو يبقى عندك الحاجات بتاعه الاسبوع زي ما انت مرتباها اهو، يعني اليوم اللي انت عايزه تطبخي فيه الحاجات بتاعه الاسبوع هي كل حاجه مكتوبه اهي. ب500 جنيه الحاجات بتاعتنا هنقسمها زي ما احنا عايزين. الطبخه اللي انت عايزاها هتعمليها في اليوم اللي انت عايزاه. يعني مثلا ايه، نعمل يوم كشري، آه نعمل يوم بطاطس مقليه وبتنجان. المهم ان انت هتجيبي خضار ب150 جنيه، وهتجيبي مكرونات ورز مشكل برضو ب150 جنيه، وال200 التانيين اللي احنا قلنا عليهم لحوم، اي بقى لحوم انت تحبيها، بس كل حاجة نص يا اما ايه ربع. واطبخي بقى زي ما انت عايزه. يعني انت ممكن انا اطبخ النهارده مثلا عملت كشري، انت تعملي بطاطس ورز وشعريه مع شويه سلطه. اليوم التاني يعمل محشي. تقدري تعملي فاصوليا طبيخ جنب رز وشعريه برضو. نعمل مكرونه بشاميل بالربع كيلو لحمه مفرومه اللي احنا جبناه. هنجيب بيه ايه يعني ربع كيلو لحمه مفرومه، هي ب220 يعني، فهنجيب ربع كيلو لحمه مفرومه. هقولك بقى نستخدم الحاجات دي في ايه. استني كده بس. آه الاسبوع كده احنا جبنا فيه بال500 جنيه خضار، جبنا فيه مكرونات ورز، جبنا فيه لحوم بانيه وكبد وقوانص او سجق، او لحمه مستورده بتاع دوت كبده مستورده، وب50 جنيه لحمه مفرومه. هنقسم بقى، يوم نعمل رز بشعريه مع الفاصوليا او الكوسه اللي هنجيبها، ويوم تاني نعمل فيه ايه يعني حسب ما انت عايزه تطبخي. هو يبقى عندك الحاجات بتاعه الاسبوع زي ما انت مرتباها اهو، يعني اليوم اللي انت عايزه تطبخي فيه الحاجات بتاعه الاسبوع هي كل حاجه مكتوبه اهي.
ب500 جنيه. الحاجات بتاعتنا هنقسمها زي ما احنا عايزين. الطبخه اللي انت عايزاها هتعمليها في اليوم اللي انت عايزاه. يعني مثلا ايه، نعمل اليوم كشري، نعمل يوم بطاطس مقليه وبتنجان. المهم ان انت هتجيبي خضار ب150 جنيه، وهتجيبي مكرونات ورز مشكل برضو ب150 جنيه، وال200 التانيين اللي احنا قلنا عليهم لحوم، اي بقى لحوم انت تحبيها، بس كل حاجه نص يا اما ايه ربع. واطبخي بقى زي ما انت عايزه. يعني انت ممكن انا اطبخ النهارده مثلا عملت كشري، انت تعملي بطاطس ورز وشعريه مع شويه سلطه. اليوم التاني نعمل محشي. تقدري تعملي فاصوليا طبيخ جنب رز وشعريه برضو. نعمل مكرونه بشاميل بالربع كيلو لحمه مفرومه اللي احنا جبناه. وطبعا هيبقى في يوم كمان ما تنسوش ان احنا جايبين البانيه، نعمل منه يا اما مكرونه بشاميل بالبانيه، يا اما مكرونه بشاميل باللحمه المفرومه. وعندنا الكبد وقوانص، نعمل شويه كبد وقوانص وعليهم فلفل وبصل والكلام دوت على نص كيلو مكرونه سباكيتي، ما احنا مشكلين المكرونه. تعملي رز اصفر، شكلي بقى. مش عايزه لحوم، هاتي سمك، اعملي رز ببصل وسمك. يعني حاجات هتقدري تعملي حاجات كتير، حاجات هتبقى عندك وجايباها وعارفه الاسبوع هتستخدمي ايه. مش مهم بقى النهارده اعمل ايه، لكن المهم اعمل الحاجه اللي انا بحبها من نفس الحاجات اللي انا جايباها. ده حاجه الاسبوع. وكل اسبوع هكذا تاخدي 500 جنيه من 2000، تشكلي منهم رز، مكرونه، لحوم، سمك، قسميها زي ما انت عايزه. وبكده نبقى كمان مشينا بال2000 جنيه الشهر كله مظبوط. في ناس بيبقى معاها اكتر من، اقولك ايه، بس يعني بيصرفوا مصاريف جامده قوي، ما بيعرفوش يقسموا الحاجه زي ما احنا بنقسمها. بيقولوا مش مكفيين، يعني هي الفلوس مش مكفيه. لكن لما الواحد بيمشي بتدبير وبيمشي بحكمه كده ويدبر نفسه، فكل حاجه بتمشي ببركه ربنا. انا بقى عايزاكي يعني كده تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو منك كده، عشان يعني ايه تشجعيني اكمل في القناه عندي. وان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات كتيره. القناه عندي وصفات وجولات وتزيين وترتيب وتوفير، وهنعمل كل حاجه ان شاء الله مع بعض باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.